واحد السلام عليكم الشباب. كتبدا القصة ديالنا في واحد الدار اللي ساكتة بزاف، وأي قصة كتبدا بصوت مسموع وبشي لقطة، ولكن القصة ديال اليوم كتبدا بسكات طويل بحال البحر غارق فيه شي سر. وسط هاد السكات كاينة دار كبيرة واقفة في دوار قديم على طرف المدينة. دار لونها أبيض غير من برا، ولكن من الداخل كتخبي لون آخر، لون الخوف والرعب. المهم كانوا 3 ديال الخوت شباب بقاو بوحدهم في دار بعد ما الوالدين ديالهم سافروا، وكل واحد فيهم كيحمل شخصية مختلفة. الكبير عاقل بزاف، كيحلم يكون شي واحد مهم بزاف في المستقبل. والمتوسط كان باسل بزاف، كيدير الفوضى بزاف وزيد عليها الكوارث اللي كان كيدير. والصغير كان خواف شي شوية، عايش بين الألعاب والمانجا. هاد الليلة حياتهم غادي تتبدل، حيتاش الدار ماشي خاوية بحال اللي كيظنوه هما. يونس عنده 22 سنة، كان جالس كيقطع خبزة ناشفة، وجهه جدي، عينيه كيبان فيهم الحمل ديال المسؤولية. وآدم اللي عنده 19 عام واقف قدام الثلاجة كيقلب بحماس. واه، غير مطيشة مسوسة والحليب عاودني، واش هادي ثلاجة ولا مقبرة؟ سامي اللي مازال عنده يلا 16 عام جاز بعيد غرق في مانجا، كيتمتم سد الثلاجة راها كتخلي الدار باردة. يونس كيضرب الطابلة بصوت قوي، سمعوا مزيان، الوالدين مشاو، الدار بين يدينا، أي غلطة غادي نتحاسبوا عليها. آدم كيضحك بسخرية والسي الوزير صافي غادي دير لنا جلسة برلمانية في الصالون ولا شنو؟